صباح الفل أو مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي تسمعوني فيه، وأهلا وسهلا بيكم في مسرح الأساطير والأفلام. النهارده معانا أسطورة من الأساطير الفرعونية، ويا ربنا يستر يعني عشان دي أول تجربة ليا، ولكن يا جماعة القصة دي أو الأسطورة دي هي قصة إيزيس وأوزوريس. خلينا نخش في الموضوع على طول كده ونشوف إيه قصة إيزيس وأوزوريس المشهورة أوي دي. الموضوع يا جماعة بدأ من إله الأرض جيب وآلهة السماء نوت، لما خلفوا 4 أطفال، أوزوريس وإيزيس وسات ونفتس، وأكبرهم كان أوزوريس إله الخصوبة والبعث، عشان كده بقى ملك مصر واتجوز من أخته إيزيس آلهة السحر. وموضوع إن هو اتجوز من أخته ده عشان بس الناس ما تفهمش غلط، المصريين زمان كانوا مقتنعين إن كده بيحافظوا على السلالة النقية. أوزوريس كان ملك محبوب وتم احترامه من كل اللي سكنوا الأرض والآلهة كمان اللي في العالم الآخر، ما عدا واحد عاق، مش طريقة والله، كان بيغير منه ومش بيحبه، والشخص ده هو سات أخو أوزوريس، إله الصحراء والفوضى ورمز الشر في العالم. ست كان بيغير من أخوه عشان ما حدش بيحترمه ولا بيقدره زي أخوه، فقرر إنه يتخلص من أخوه زوريس. بعد ما عمر مصر ونشر الحضارة قرر إنه يسيب مصر ويروح بقى العالم ينشر الحضارة المصرية، ولكن أخونا ست بدأ في خطته، وأول خطوة كانت إن أثناء نوم أوزوريس بياخد مقاساته وبيعمل تابوت على مقاس أوزوريس بالظبط. ست بيقيم حفلة، ما تفهمش ليه دايما الشرير هو اللي بيقيم حفلة، يعني مفيش واحد محترم طيب يعمل حفلة، لا دايما الشرير هو اللي بيعمل حفلة، وبيقول انه هيدي جايزة كبيرة قوي للشخص اللي الصندوق ده هيكون مقاسه. واحد ورا واحد بيجرب، ولكن ولا واحد بيجي على مقاس الصندوق. واخدين يا جماعة فكرة سندريلا من هنا على فكرة أعتقد. وأخيرا الملك أوزوريس بيجرب ويجي على مقاسه بالظبط، ولكن ست كان مستعد وبسرعة قفل عليه الصندوق اللي اتضح انه تابوت. وبيقال يا جماعة انه صب على التابوت ده رصاص منصهر، وأوزوريس بيموت مخنوق. ولكن دي مش نهاية القصة. إيزيس حزنت حزن شديد على جوزها الملك وبحثت عنه لحد ما لقيته على سواحل لبنان، وطبعا كان ميت. لكن إيزيس قررت ترجعه مصر عشان يحصل على دفنة تليق بيه كملك. ولكن أخونا الست ده ما وافقش برضه، وقدر يلاقي جثمان أخوه وقرر إنه المرة دي يقطعه لقطع ويرميه في النيل. وبيقال إنه قطعه ل 14 قطعة، ولكن وزعهم على كل أنحاء مصر. بس برضه إيزيس قدرت تحصل على زوجها تاني عن طريق قدراتها السحرية، وعن طريق قدراتها دي قدرت تجمع القطع دي وتعيد إحياء أوزوريس، وبقت حامل منه في حورس إله الشمس. وبعدها أوزوريس انتقل للحياة الأخرى وأصبح حاكم وقاضي العالم السفلي. ست لما عرف حاول يقضي على حورس وهو طفل عشان عارف إنه هيكون تهديد كبير لعرشه، ولكن إيزيس قدرت تحميه بسبب قدراتها السحرية. وبالفعل بعد ما حورس كبر قرر إنه يواجه عمه ست، وحصلت بينهم معارك كتيرة، من ضمن خسائرها إن حورس خسر عينه اللي بنسمع عنها دايما كعين حورس. ولكن الوضع ما كانش سهل، وست ما تقبلش إنه يسيب ملك مصر بسهولة. والأساطير اختلفت هنا يا جماعة في الموضوع ده. في مصادر بتقول إن الآلهة تدخلت وكانت في صف ست في الأول، ولكن بعد ما خدوا رأي أوزوريس كان رده إن ابنه هو الوريث الشرعي، ولأنه ما قتلش حد عشان يوصل للمنصب ده. وفي مصادر تانية بتقول إن حورس تفوق على ست في معظم المعارك، ومن بعدها بقى ملك، وقرر إنه ما يقتلش ست، ولكن نفاه في الصحراء، وبقى من ساعتها رمز للشر في الحضارة المصرية. القصة طبعا فيها أجزاء أكتر من كده بكتير ووصف أكتر من كده أنا ما ذكرتوش، ولكن أنا لما جيت أدور لقيت إن الأسطورة دي ليها كذا تفسير، ولو قلت لك هتطول مننا قوي. فطبعا أنتوا لو حابين أنا أقول القصة دي كلها في حلقة لوحدها اكتبوا لي كومنتس أو قولوا لي ابعتوا لي ونعمل لها حلقة مخصوص. طبعا يمكن أنا ما قلتش القصة بكل تفاصيلها الصغيرة، ولكن الأسطورة دي يا جماعة هي قصة كلنا عارفينها وشفناها وسمعنا عنها. قصة أخ بيقتل أخوه، قابيل وهابيل، قصة الخير اللي بينتصر على الشر، قصة هاري بوتر، قصة الابن المنتقم لوالده، مسرحية هاملت، وغيرها من القصص يا جماعة اللي هنلاقيها مستوحاة من الفكرة دي. وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت، من القصة دي الناريتيف دي ان هو ايه، الخير دايما بيواجه الشر، او ان الشرير يكون عنده حقد تجاه حد تاني حتى لو كان أخوه، ويحاول يقتله ويحاول يستولى على الحياة بطريقته العنيفة دي. ولكن برضو خليني ما أطولش عليكم، أول درس ممكن نتعلمه من الأسطورة دي يا جماعة هو اقبل بالمكتوب ليك، بلاش تبص لغيرك، أرجوك بلاش تبص لغيرك، وبلاش تنبش على خرابك. كلنا للأسف يا جماعة مش بنقبل بالحاجة اللي في إيدينا، ونشوف الحاجة اللي في إيد غيرنا هي اللي حلوة، ولكن في واقع الأمر إن الحاجة اللي في إيدينا مش راضين بيها بتكون والله هي مناسبة لينا. أو مش بقول كده إن إحنا ما نسعاش أو نحاول وما نحاولش نوصل للحاجة اللي إحنا عايزينها، ولكن بلاش وأنا أولكم نبص يا جماعة اللي في إيد غيرنا. ودي نقطة أنا شايف للأسف زي ما بقول لكم أنا أولكم كلنا بنعملها أو بنقع فيها، بلاش أقول بنعملها، تحصل لنا غصب عننا. ممكن أشوف حاجة تانية مع حد
سواء هو في علاقة ما أو هو مثلًا في مكانة مادية معيّنة أو whatever، أو هو عنده حاجة معيّنة، قُلت أنا ما عنديش الحاجة دي ليه يا رب؟ أو أنا ليه يعني أنا أستحق الحاجة دي؟ ماشي ما فيش مشكلة، بس أنت عندك حاجات برضه مش عنده هو، وممكن يكون هو نِفْسه فيها. أو أنا باحب أشبّهها إن إحنا يا جماعة بنبُص على الناتج النهائي أو اللي ظاهر على السطح، بنشوف المنتج النهائي عامل إزاي. ما حدش يا جماعة بيبُص الشخص ده مَر بإيه أو خسر إيه عشان يكون معاه الحاجة دي، أو عشان يكون في المكانة اللي هو فيها. ما حدش فينا يا جماعة مستعد يعيش اللي الشخص التاني ده عاشه. وأنا يا جماعة بالنسبة لي باشوف الموضوع ده على إنه package، ده تاخد الحلو والوحش، وكل واحد فينا ربنا كاتب له package خاصة بيه يقدر يشيلها ويتعلم منها. ولكن لما بتبدأ تنبش على اللي في إيد غيرك تبدأ تخسر كل حاجة معاك. ست لو ما كانش اتجه لقتل أخوه كان ممكن يكون هو الملك من بعده، سواء حورس اتولد أو لأ، ولكن هو نبش على خراب حياته لما تآمر لقتل أخوه بسبب الحقد. ومش بس كده، ده رفض إن أخوه يندفن ويحصل على مراسم تليق بيه كملك، وقطع جثته لقطع. يعني أنا ما أعتقدش إن في حقد أو غل بعد كده. ست ما كانش بس عايز يكون ملك، ولكن هو كان عايز حياة أوزوريس كلها، عايز الحب وعايز الاهتمام وعايز التقدير وعايز كل حاجة هو التاني يملكها، حين هو أكيد كان معاه حاجات تانية. وده ياخدني لتاني نقطة، وهي إنك تتقبل نفسك زي ما أنت بجد والله. يعني أحسن حاجة أي حد فينا ممكن يعملها إنه يتقبل شكله ودوره وقدراته، عشان أصعب صراع ممكن تمر بيه هو صراعك مع نفسك، وإنك تشوف نفسك مش كافي أو مش حلو. أوقات كتيرة بفكر إن الشخص الشرير أو المؤذي ده هو بس مجرد شخص غاضب على كل شيء، وشخص معرفش يتقبل نفسه، محدش حاسس إنه مقبول وإنه تمام، فبقى عنده كم غضب وحقد، وده اللي خلاه شرير ويخليه ناقم على الواقع. أعتقد يا جماعة إن أي حد شرير محتاج بس حد يقول له أنت كويس، أنت مش وحش، أنت زي الفل، أنت مقبول، أنت كفاية، أنت مش وحش زي ما أنت شايف نفسك زي ما بقول لكم. يعني أعتقد إن حاجة زي كده لو تمت ناس كتير ما كانتش تجري لطريق الشر. فأنا بالنسبة لي أعظم حاجة ممكن حد فينا يقدمها سواء لنفسه أو لغيره هي إنك تحسس الشخص ده إنه مقبول، أو تحسس نفسك إنك مقبول. وعشان في أوقات ما بنقدرش نعمل كده لنفسنا، فشيء كويس إننا نعمله لغيرنا عشان في وقت ما هيترد لنا. وكلنا بقولها 3 مرات، كلنا محتاجين حد يحسسنا بده، حد يا جماعة يحسسنا إن إحنا مقبولين، حد يحسسنا إن إحنا حلوين. يعني في مسلسل نفسي أعمل عنه أكتر من حلقة اسمه فلي باج، فكانت في مشهد كده بتتكلم مع السيس بتقول له إيه I want someone to tell me what to wear in the morning. Okay, well, I think there are people who can... No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for and who to love and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. مع إن أنا عارف ناس ممكن تقول لك إيه ده، إيه الهبل ده، وليه حد يقول كده، ولكن أوقات يا جماعة بنبقى محتاجين إن حد فعلا يقول لك كده. مش محتاج بقى حد يقول لي اختار وشيل مسؤولية نفسك كده، لأ، أنا عايز حد يقترح عليا حاجة، حد يقول لي اللون الأحمر ده عليك حاجة يا عمر، أو حد يقول لأحمد اللي بيسمعني دلوقتي أنت زي الفل يا أحمد وقوم كمل، أو حد يقول لفريدة لسه كاتبه لنا كومنت على الحلقة اللي فاتت أنت زي الفل ومش مشكلة أنت متضايقة، أو اللي أنت حاسة بنفس الكلام اللي إحنا قلناه في الحلقة. كل واحد فينا يا جماعة محتاج حد يقول له حاجة كويسة، ومحتاج حد يطبطب عليه، وزي ما قلتها قبل كده في حلقة تيتو اللي علقت معاكوا قوي، محتاج يقول له إن العالم ما انتهاش. المهم يعني عشان ما نبعدش عن الموضوع، تالت نقطة معانا النهاردة هي إننا نسامح الأذانة. أنا مش بقول إن إحنا كلنا هنبقى حلوين يا جدعان وهنمحو اللي حصل، ولكن مش شرط تبقوا صحاب بعد كده يا جماعة. اقطع علاقتك بيه وأنت حر طبعا، وأنتوا أدرى يا جماعة أكتر مني، ابعد طريقك عنه. ولكن طاقة الكره أو طاقة الحزن والحاجات دي يا جماعة أوقات كتيرة بتكون بتستهلكنا احنا أكتر ما بتستهلك الطرف الآخر اللي أذانا في الأساس. يعني أنا في أحد صحابي القريبين قوي، وأنا عارف إن شاء الله يسمع الحلقة دي، كان دايما يقول لي كده إن هو لما أنت تتضايق من حد أو تكرهه أو تفضل تقول ده إزاي يعمل فيها كده، ما هو الشخص ده عايش حياته. ونفترض مثلا فور إكزامبل أنت كنت في علاقة عاطفية وتفر مين اللي ساب الطرف التاني اللي سابك أو سابك، ودلوقتي راح شاف ناس تانية وبيخرج وشاف نفسه تمام وعادي. مين اللي قاعد مضرور؟ مين اللي قاعد متضايق؟ مين اللي قاعد حياته بتضيع؟ أنت أو أنت. فمش هيفيد بحاجة إن نفضل طول الوقت بيسموها هولدنج جراج، أو إن أنت متمسك بالحاجة اللي مضايقاك. فأنت حر، بس ده مش هيفيدك بحاجة خلاص، عشان الدنيا بتمشي يا جدعان. قلتها في حلقات قبل كده وهقولها في حلقات جاية، الدنيا بتمشي، ولو أنت ما واكبتش الدنيا أو أنت ما واكبتيش الدنيا محدش هيستنانا. يعني نرجع للأسطورة اللي معانا، لو حورس قتل ست
كان هيبقى ما فرقش عنه حاجة وبقى نسخة من الشخص اللي أذاه. وده بنسمعه في جملة كده بس الناس بقت بتاخدها بضحك، وهي لما توصل ما تبقاش نسخة من اللي صعبوها عليك. الميم ده بقى مشهور قوي، الإف ده مشهور وبيضحك وأنا بضحك عليه، ولكن يا جماعة هو حقيقي قوي. يا ريت يا جماعة أي واحد اتحط في مكان حد تاني ما يبقاش زي اللي حصل فيه. بمعنى إيه؟ ما تعملش نفس اللي اتعمل فيك. حتى لو انت شايف ان ده حقك مثلا انت تسيب الشخص ده او ان انت ترد عليه رد سخيف، اختار انت تكون شخص كويس عشان الموضوع ماضي يا جماعه. ولو مش ماضي يا سيدي خليك انت كويس عشان لما تروح لربنا هو تفرق انت تؤمن بايه في نهايه العالم ده. لو كان ليه نهايه، لو انت مش بتؤمن ليه نهايه، او حتى مع نفسك يا سيدي تقول او تقولي انا كنت شخص كويس، انا ما كنتش سبب اذيه لحد، انا جيت انبسطت بحياتي، عملت لنفسي فيه، جربت وهكذا، ولكن انا ما اذيتش حد. ولكن يا جماعه للاسف كتير مننا ما بيقدرش على النقطه دي. وزي ارجع تاني للاسطوره، ناس كتيره بتتحول للشخص الشرير اللي صعبها عليها واللي خلانا مش متقبلين نفسنا. فهو هنا الاختبار في كده ان انت تختار انت تكون شخص احسن او ما تعملش اللي اتعمل فيك. وانا بحب اشوفها بطريقه ايه، ان انا بعامل الناس بالشكل اللي انا عايز اتعامل بيه او الشكل اللي انا مستني الناس تعاملني بيه. ممكن يا جماعه ده دايما ما بيعاملوناش بالشكل اللي احنا عايزين نتعامل بيه، ولكن انا بالنسبه لي بقول لنفسي اتليست انا بحاول اعمل الكويس، عشان زي ما بقول لكم لما رحنا لربنا في نهايه هذا العالم او في نهايه حياتنا، او لو ربنا حاولت تكون انسان كويس او حاولت يعني ايه ما اكونش مؤذي، يمكن اذيت نفسي بس يعني. مش عايز اطول عليكم في نهايه الحلقه. اتمنى فعلا تكون الحلقه عجبتكم برضو، وطبعا مستني تعليقاتكم وارائكم. وكالعاده انا كنت معاكم عمر الدش من مصر على الاصيل والافلام. سلام.